بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب الدعوة بالروضة يقدم رحلتنا إلى البيت العتيق. كان يوم 6 من ذي الحجة يوما مختلفا، فقد اجتمع 400 حاج وداعية من جنسيات مختلفة في وقت مبكر عند بوابة مكتب الدعوة بالروضة، يسابقهم الشوق ويحدوهم الحنين لقصد البقاع الطاهرة، بعد أن تلقوا دورة عن صفة الحج والعمرة، وها هم تقلدوا حقائب أمتعتهم وكذلك الحقائب الثقافية التي أهديت إليهم، متجهين نحو الحافلات استعدادا للمغادرة. كطرفة عين استوت بهم الحافلات على طريق مكة، وأعينهم تستبق الطريق وتلتهم المسافات، ولا عجب، فهم بين مسلم جديد لم تكتحل عينه برؤية مكة، أو مسلم أصلي لم يؤد فريضته بعد. ساعات ويصل الركب إلى بيت الله الحرام، ساعات ويصل الركب إلى بيت الله الحرام وقد تزينوا بلباس الإحرام وقصدوا البيت الحرام متمتعين بالعمرة إلى الحج، وقد بحت أصواتهم من التلبية لتتحدث العيون بالدموع في هاتيك الربا والجموع. وبعد أداء العمرة ساروا إلى مشعر منى الذي طالما سمعوا عنه ولم يروه. تحللوا صبيحة 7 من الإحرام، وعمروا خيامهم بالدعاء والتكبير وحفظ القرآن في حلق بهية ومدارسات علمية، وتعلموا صفة الحج مرة أخرى عبر دروس الدعاء، وعرفوا شروط قبول العمل معرفة عامل صادق، وتعلموا أصول المعتقد في عرض علمي رائع وطرح شرعي ماتع. ولما أشرقت شمس يوم التروية كانت خيام الجالية الفلبينية على موعد مع البشائر التي سبقت إهلال الحجاج بالحج، فقد بدأ القطاف لثمرات الجوال الدعوي والذي يتيح لكل مسلم جديد التواصل مع أسرته ودعوتهم للإسلام. هب المسلمون الجدد وهم في حال شريفة بين العمرة والحج وفي المشعر الحرام، يهاتفون آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم، يتحدثون عن عظمة المسجد الحرام، عن عظمة الحج، عن عظمة الإسلام، مكالمات تمتزج فيها الدموع بالدعوات والحجج بالابتسامات، فحينا ينخفض الصوت وحينا يرتفع، وطورا يبتسم المتصل وطورا يندفع، دعوة ودعاء، صوت التوحيد يعلو وصوت الشرك يخرس، وبدأت البشرى، المدعو يتجاوب، استنفار للدعاة، إجابة على الأسئلة، تلهف وترقب، وتحين ساعة السعد، فيعلن المدعو رغبته في الدخول في الإسلام،
وتعم البشرى جنبات المخيم، ويبدأ مدير المكتب الشيخ صالح دليقان في التلقين. قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. مسلم جديد، مسلم جديد. الله. ثم لا تسأل عن صدق المشاعر في المشاعر، لم تخطئ الدموع طريقها، لكنها دموع الفرح بنجاة إنسان من النار. تقدم الجمع مهنئين من دعاة وغيرهم في عناق حار وموقف بار، وتكبير وشكر وتحميد وذكر لله تعالى. ولما أشرقت شمس يوم عرفة ارتفعت في كبد السماء، انطلقت قوافل الحجاج نحو صعيد عرفات، حيث الدعوات والخير والبركات. ولا زالت المحاضرات مستمرة عن فضل عرفة وآداب الدعاء. ثم يؤدي الجميع صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ليهب دعاة الجاليات لترجمة خطبة عرفة بلغاتهم المختلفة وسط إنصات من الحجاج. وبعد قليل من الراحة لا ترى إلا الأكف داعية والأعين باكية. واستمرت تلك المشاهد المؤثرة إلى غروب الشمس. بعدها أفاضت الجموع إلى مشعر مزدلفة، حيث جمعت صلاتي المغرب والعشاء. وبعد تناول وجبة العشاء خلد الجميع إلى الراحة. بعدها انطلق حجاجنا إلى رمي جمرة العقبة، ثم أكملوا أعمال الحج في ذلك اليوم من حلق وهدي وطواف وسعي، ثم عادوا إلى مخيمهم في منى. وقد ازدان جمالا لاستقبالهم في حفل المعايدة بجميع اللغات. تتجلى الأخوة الإسلامية في أبهى صورها، فالجميع تعانقوا وهنأ بعضهم البعض في جو إيماني بهيج. أما في أيام التشريق فلقد كان المخيم كخلية نحل، دروس ومحاضرات، اتصالات وحوارات، مسابقات وجوائز، حلقات قرآنية، والتي كان من ثمارها اعتراف أحد الحجاج أنه لم يحفظ سورة الفاتحة إلا في هذه الحلقات. وتنتهي أيام الحج ويعود الحجاج إلى أهليهم سعداء برحلة العمر في وسط المشاعر المقدسة. ولم تنتهي علاقتنا بهم، فلنا معهم لقاء بعد الحج لربطهم ببرامج المكتب التعليمية والدعوية، ليكونوا سفراء الدعوة في كل مكان. وفي الختام نشكر الأيادي البيضاء التي شاركتنا في رحلتنا إلى البيت العتيق بأنفسهم وأفكارهم وأموالهم، سائلين المولى القدير أن يزيدهم من فضله في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
لك والملك لا شريك لك لك والملك لا شريك لك